السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتكم هاجر كويزين. اليوم ان شاء الله حندير لكم من المسكوتشو بطريقه سهله ان شاء الله. نشوفوا المقادير. عندنا البيض، عندنا السكر، عندنا الفارينه، خميره كيميائيه، عندنا الزيت، عندنا جو تاع القارص ولا تشينا، الزست تاع القارص، وعندنا لافاني. هنا نبداو في طريقه التحضير. هنا نشوفوا نحطوا البيض مع قرصه تاع الملح، نخلطوه مليح بالفوي. هنا ولا كان عندكم خلاط كهربائي استعملوه، من الاحسن خلاط كهربائي. انا استعملت لكم خلاط يدوي برك باش تشوفوا، تبعوا معايا بالعقل. اللي ما عنده صافي يقدر يستعمل الفوي. هنا نحركوا المزيج تاع البيض والسكر حتى يولي لنا ابيض شويه المزيج، حتى يذوب شويه داك السكر. هنا كي يذوب لنا السكر صافي يولي المزاج ابيض. نقولوا بلونشير لو ميلانج تاعنا. هنا نزيدو الجو هذاك، نزيدو نحركو مليح. هاكو حتصيبوا كامل المقادير تاع التحضير كما دائما في لابار دانفو تحت. اضغطوا عليا تصيبوا في البلوك تاعي مكتوب كامل الوصفات، تصيبوهم مكتوبين. اللي يحب يشترك في البلوك تاعي، كل ما ندير غوسات تلحق لكم ان شاء الله، كل ما نكتبها تلحق لكم. هنا نزيدو لافاني ونزيدو الزيت تاع القارص. نحركو مليح. نضيفو الزيت تاعنا، نضيفو الخميره الكيميائيه اليفر شيميك، ساشي حوالي 10 غرام. نضيفو الفارينه ما نضيفوهاش على خطره، بالعقل ندخلوها. والمقدار تاع الفارينه حنفصل لكم في المقادير ان شاء الله. المقدار تاع الفارينه نعطيه لكم بين وبين، باسكو على حسب الحبات تاع البيض اللي نستعملوهم. صافي ما نقدرش زعما نقول لكم 250 غرام هكذاك سوا تحطوها سوا 250 تجيكم بالك جاريه، ولا صاديبون البيض. ولا استعملتوا البيض صغير تقدروا ديروا 250، ولا استعملتوا البيض يكون كبير صافي فيه الماء زياده تستعملوا الفارينه شويه زياده، ما كاش مشكل. المهم راني نوري لكم هنا بالعقل بالعاني باش تشوفوا المزيج كيفاش يولي. المهم تعرفوا وقتاش تحبسوا الفارينه وقتاش. هنا ما ديروش ليكيد جاري بزاف، وما ديروش ثاني تعاقد بزاف. والايام القادمه ان شاء الله ندير لكم لاغوسات تاع الكيك، ندير لكم كاين بزاف لي غوسات راني موجدتهم، نصورهم برك ان شاء الله. هنا نشوفوا المزيج كيفاش ولا لنا. كما انا نشوفوا ماشي خفيف بزاف وماشي ثقيل. هنا راهو حضر معانا المزيج، نديره في المول. دوك نتوما ولا كان عندكم مول تاع المسكوتشو شويه كبير، ضيفوا شويه المقادير، زيدوا شويه البيض، زيدوا شويه. انا عطيت لكم على حسب المقادير، على حسب المول اللي عندي. المول هذا متوسط، ما كبير ما صغير. المهم المزيج كي ديروه يجيكم في النص تاع المول
صافي تخليو له قسمه يطلع. وكي طيبوه نعطيكم معلومه، كي طيبوه خلوه على درجه حراره 160 درجه، وخلوه يطيب براحته حوالي 35 دقيقه. خلوه يطيب، ما تحبطوش لتحت، طلعوه شويه هكذا الفوق وخلوه يطيب، ما تحلوش عليه الفور. يعني نعاود ناكد سورتو اللي راهم يتعلموا، لي جن في صغار راهم يتعلموا يتقلقوا بزاف، يروحوا يطلعوا على الفور يحلوه يشوفوا لا طاب ولا لا. هنا نقول لكم يحبط لكم من بعد الكاطو تاعكم. خلوه يطيب على راحته، كي يطلع يتنفخ مليح ويخمر لكم مليح. ما تحلوش حتى يجوزوا نص ساعه 35 دقيقه على نار هاديه، ومن بعد حمروه برك من الفوق. هنا ان شاء الله راه واجد، ان شاء الله تاكلوه بصحه والهنا ان شاء الله. والسلام عليكم.